الذهب بقى بعيدا بقى ان كان ذهب الماظ ولا ذهب عادي ده يتعلم منه ويعمل زي ما انا عملت، ما يسيبش حقه. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي سما، مصريه ومتجوزه امريكي. فالفيديو ده انا كنت صورته بس خليته على جزئين. اول قصه كانت حاجه برضو حصلت معايا اول ما وصلت المطار وكده، وفي الفيديو ده هحكي لكم بقى قصه الشنطه بتاعتي واللي حصل معايا وكده لحد ما اخدت التعويض. ندخل بقى لقصتي الحزينه انا اللي حصلت معايا. انا جايه امريكا يا جماعه اول مره. المفروض ان خلاص انتوا عارفين ان احنا عاداتنا وتقاليدنا في مصر، اي واحده بتتجوز بتجيب لبس جديد، صح ولا لا؟ مفيش اي لبس قديم خالص، وكله بقى لبس بقى براندات والكلام ده وكده، وبالتيكت. شفتوا بالتيكت والله العظيم اللبس كله كان بالتيكت والله العظيم. المهم يعني حتى لما حكيت لمامة كارل وكارل بعد كده هم يعني مستغربين هو انا ليه جايبه اللبس بالتيكت اصلا. بس يعني احنا كده يعني عاداتنا وتقاليدنا كده. فجايبه بقى شنطه مليانه، الشنطه خلاص كانت هتنفجر اساسا، مليانه لبس كله، حاطه لبس الخروج لوحده ولبس البيت لوحده والكلام ده وكده. تمام. فالشنطه دي فيها لبس الخروج، وعارفين كنت شنطه كبيره كده لابسه حاطه فيها لبس الخروج، واتقطعت من كتر ما انا كنت مليها، بس مسموح بالوزن بتاعها يعني تحت 23 كيلو او ممكن يكون 24 كيلو. فلفيناها في مطار مصر. تمام، لفيناها في مطار مصر عشان اتقطعت. المهم المشكله ان انا عارفين كمان ان انا كنت هحط الذهب بتاعي، يعني الذهب بقى بعيدا بقى ان كان ذهب الماظ ولا ذهب عادي كده، في الشنطه بتاعتي، في الشنطه دي بعبطي انا مش مركزه. المفروض طبعا دي حاجه بتكون معايا على الطياره يعني. المهم الحمد لله ربنا ستر وما حطيتوش. تمام، تصوروا يعني كانت هتبقى صدمه مفجعه يعني. المهم هقول لكم اصلا هتبقى صدمه مفجعه ليه. بس فبعد كده الشنطه بقى وخلاص بقى وكده والكلام ده، ورايحه بقى لابسه في المطار يعني اكتر طقم عملي وارخص طقم من اللي انا جايباهم اصلا. بس فبعد كده ايه اللي حصل؟ رايحه بقى عشان استلم الشنطه بتاعتي. انا طبعا ده كله بسال لان انا اول مره ادخل مطار نيويورك، يعني ما كنتش سافرت قبل كده اصلا نيويورك يعني، امريكا اصلا. تمام. فاول مره ادخل بقى أنا مطار نيويورك وكده، فما اعرفش التفاصيل، ما اعرفش ايه اللي هيحصل اصلا. فعماله بسال بقى عشان اوصل للشنطه بتاعتي، وما اعرفش اصلا كارل ومامته فين، لان انا مش معايا خط امريكي لسه. تمام، مش معايا الخط المصري، وما معرفش اتواصل معاهم ازاي. فرحت على الناحيه اللي عندها الشنط، فهم كانوا منتظريني هناك. بس انا ما لقيتهمش. ليه بقى ما لقيتهمش؟ علشان انا ما لقيتش الشنطه بتاعتي اصلا، وهم كانوا عمالين بيدوروا عليها طول الساعتين او الثلاثه اللي انا كنت منتظراهم في غرفه الحجز دي. تمام. فهي فعلا كانت زي غرفة حجز، يعني مش حجز اقصد وضلمه والكلام ده خالص. لا غرفه يعني اوضه عاديه خالص والله مفيش مشكله، بس يعني ليها امن خاص والكلام ده وكده. بتبقى مستني تقريبا، مش عارفه لكل العرب ولا كل الناس ولا ايه، مش عارفه، لان انا كنت بسمع كل الاسماء اللي انا سمعتها كانت عرب بس، فمش عارفه بصراحه ده بيحصل مع كل الجنسيات ولا لا، او بيحصل اصلا مع كل الناس ولا لا. ممكن يكون نوع فيزا معينه زي نوع فيزتي انا مثلا، مش عارفه بصراحه، عشان برضو ما اقولكمش معلومه انا يعني مش متاكده منها. المهم فبعد كده رحت يعني عشان استلم الشنطه بتاعتي. الشنطه احنا كل الشنط كانت متلخبطه مع بعض، فهي كانت على اسم كارل. تمام، وانا تقريبا كنت واخده الشنطه من شنطه، او اصلا لان انا كنت واخده شنط معايا كتير ولبس كتير والحاجات ده وكده. فتقريبا انا كان معايا شنطتين اللي هم بتوعي انا عادي برضو بتوعي، وكنت مديه لكارل شنطه من بتوعي ياخدهم. المهم فما لقيتش الشنطه للاسف الشديد. مش عايزه اقول لكم خيبه الامل، انا اتخضيت. اهلا امريكا، في ايه حصل؟ ايه كده اول حاجه خلاص يعني ماشي اوكي. ما لقيتش الشنطه، قعدنا لحد والله العظيم لحد يمكن بالليل. احنا وصلنا امريكا الساعه 6 المغرب، يعني خارجين من المطار حوالي الساعه واحدة الفجر يعني، واحدة اللي هو صباحا يعني اللي هو بالليل يعني واحدة بالليل. من كتر ما احنا يا والله العظيم، وانا عايزه اقول لكم رجليا ورمه قد كده، خلاص مش قادره على اخري، هموت وارتاح حرفيا، لان احنا لسه كمان هنسافر من نيويورك الولايه بتاعتي. تمام. فالموضوع كان صعب جدا. في الاخر عملنا محضر، وقعدنا بقى نلف على الشنطه ونروح هنا ونروح هنا ومش عارفه ايه. في الاخر عملنا محضر او مش محضر، المهم يعني تقريبا محضر تبع مصر للطيران، بس الموظفه كانت امريكيه. ويا حرام كنت صعبانه عليها والله، يعني لو كل اللي احكي له قصتي ان انا يا حرام جايه يعني. المشكله يا جماعه ان حرفيا والله العظيم ما كان عندي ولا لبس خروج، ولا لبس خروج والله العظيم، غير اللبس اللي عليا. وكان اقدم لبس، مش اقدم لبس اقصد، كان اقل لبس يعني لبس عملي بقى، تي شيرت وبتاع وبنطلون وخلاص على كده. تمام.
فالمهم يعني والجاكيت فوقيه وخلاص. المهم ففي للاسف الشديد برضو ما اخدتش الشنطه بتاعتي. تمام. تواصلنا بعد ما جيت هنا البيت والكلام ده، تواصلنا مع مصر للطيران كام شهر. المهم يعني كان موضوع فعلا معقد جدا وصعب، لان انا كنت محتاجه الشنطه بتاعتي بعيدا عن التعويض والكلام ده وكده. هقول لكم بقى النقطه اللي حصلت بعد كده في موضوع التعويض. بعد بقى تواصل كتير مع مصر للطيران. خلي بالكم عشان لو حد حصل معاه كده لازم يزن عليهم، لازم يزن عليهم، ما يسيبش حقه ابدا بجد فعلا. المهم كل شويه كنت اتواصل، لازم اقول لكار لازم تواصل معاهم. تمام. فالمهم ففي الاخر قالوا لنا خلاص قولوا لي مصر للطيران بعتوا لنا ايميل والكلام ده بعد تواصلات كتير جدا، اللي هو احنا ما لقيناه، اللي هو يعني عايزين يتهربوا من الموضوع. قالوا لنا قولوا لنا الحاجات اللي دخلت، الحاجات سعرها كام، يعني قولوا لنا عايزين تعويض كام، والحاجات سعرها كام، واللبس سعره كام، والكلام او المقتنيات سعرها كام، بكل حاجه سعرها ايه بالظبط. طب انا هفتكر ازاي؟ طيب ده بقول لكم لبس كتير وتفاصيل كتير. حاولت افتكر على قد ما اقدر واكتب لهم الاسعار على قد ما اقدر. المهم حطيت مبلغ ما وخلاص بقى على اساس ان المفروض هاخده. قعدنا حوالي والله العظيم 4 شهور 5 شهور 6 شهور تقريبا، اكتر كمان ما كانش اكتر، او ممكن هو سنه تقريبا. لا سنه يا جماعه، سنه حرفيا سنه والله، عماله اللي هو يا جماعه عايزين التعويض. تمام. وبصراحه كارل ما كانش راضي، بس انا اللي قعدت ازن، اصل حرام يعني. وخلي بالكم كمان مهما قلت الرقم مش زي ما انا الواحد تعبت ونقيت كل حاجه، وكنت بقى انا محجبه فجايبه حاجات مخصوص للحجاب عشان الخروج، كله لبس خروج، وانت عارفين قد ايه لبس الخروج يعني براندات والكلام ده بيكون برضو مكلف يعني، لان جايبه يعني واحده لسه خلاص متجوزه جديد، فطبيعي بتجيب لبس كله جديد. في الاخر بعتوا لنا التعويض، بس ما بعتوش المبلغ ان احنا طلبناه، قللوا منه اكتر بكتير. تمام. قلت خلاص المهم قدر الله ما شاء فعل. هو مش فكره ان انا باخد اعوض او كده، بس فكره ده حقي. تمام. لازم فعلا الواحد لو ساب حقه للاسف الشديد يعني هم المسؤولين، ايا يكن شركه الطيران هي مسؤوله ان هي توصل لي شنطتي سليمه، صح ولا لا؟ فبس في الاخر، بس الخلاصه بتاع الموضوع ده كله الحمد لله انا اخدت التعويض، جزء منه مش المبلغ كامل، بس عشان برضو بقول لكم ليه القصه دي، علشان اللي حصل مع الموقف ده يتعلم منه، يعمل زي ما انا عملت، ما يسيبش حقه. تمام. اتمنى ان انتوا بقى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، مكنش طولت عليكم يعني. بصوا يعني في عندي بقى حكاوي وقصص كتير حصلت معايا هنا في امريكا، ان شاء الله ممكن ابقى اعمل لكم فيديوهات تانية، بس هحط لكم بقى في صندوق الوصف الفيديو اللي هو بتاع ازاي اللي هو ازاي دخلت امريكا اصلا، اللي هو نوع الفيزا والكلام ده، وازاي اصلا يعني التفاصيل اللي بتحصل، لان انا نوع الفيزا بتاعي نوع خاص. تمام. والفيديو التاني برضو اللي هو المقابلة بتاع السفارة الامريكية بالتفصيل بقى، وحصل ايه بعد المقابلة والكلام ده. بس اشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام.